فانا نمت على السجاده اللي هي دي الاول، واحنا قاعدين كده وبنتسامر. ف جه شويه، يعني مش هقول لكم مش هوا، لا بجد والله العظيم، الشال كان السجاده المفروض محطوط عليها طوبه، شال الطوبه والبتاع دي مقلوب على وشي بجد، ده عمل له صنفره. خدت رمل الصحراء كله كان على وشي، رحت غسلتها بميه بقى، انا شلت نص. فالمهم يعني تجربه لذيذه يعني. في جن اسمه جن المصباح. ده بيبقى موجود في الصحراء. لما بيبقى منور معاه نور او كده، فانت كل ما تقرب له هو بيبعد. لما تشوف حاجه زي كده تاذن، تقول الاذان، وبعدين هتلاقي النور اختفى، لان هو بيقعد يشدك لحد ما توصل عند القبيله بتاعته. فبعدين بتختفي بقى. ما اعرفش لو بيموتوك يعني او كده. فانت لو شفت حاجه زي كده قول الاذان، وبعدين هتلاقيه اختفى، وربنا يحفظنا يا رب. الجو حلو يعني، في جاكيت لكن ما ينفعش يعني، امبارح أنا كنت متجمد. هات معاك بطانيه يعني، أنا الكيس ما كانش كفايه ان انا اخش جواه واتغطى بدفايه، لا انا كنت عايز بطانيه فعلا، الجو كان تلج والهواء كان شديد. وبعدين جيت بردت في النص كده، وقمت داخل جوه العربيه، قلت خلاص يعني ايه، الهواء هياخدني بالخيمه ونطير، فقمت نايم في العربيه. والراجل يعني انا ما يعني لا عزاء عليه بجد، فمات. واقف والله العظيم، لا بيتكلم ولا بتاع. طب يا جماعه انا قلت نصور لكم طريق رعب بجد. طبعا ماشيين في صحراء، انا مش شايف اي حاجه، لا قدام ولا شمال، بس ده ماشي وخلاص، مفيش اي حاجه باينه. صحراء بقى، في نص الصحراء، انا مش عارف لو طفيت النور. استنى كده نعمل اصلا صيانه كده. مفيش. طب يا رب ان كنت بقى زي ما باين في الصور والفيديوهات بجد. شكلها حلو قوي. بس انا ما اتخيلش انها بعيده كده يعني. أنا تقريبا مش عارف، ممكن يبقى 40 كيلو. فشوف كده فوق النفس قد ايه. بس فعلا الطريق انت ما فيش، حتى ما فيش عربيات يعني. ما اعرفش هل انا الوحيد اللي رايح النهارده ولا ايه. بقى النهارده الجمعه المفروض يبقى في رحلات. بشوف بقى الرحلات في حاجه بتنور هناك احنا مش شايفينها. ما اعرفش ليه. يلا بينا. افتكرت حاجه كده قلت ما اقولها لكم. فاكرين النور اللي صورته من شويه؟ حاسس ان عمال بيبعد. فافتكرت كان في جن اسمه جن المصباح. ده بيبقى موجود في الصحراء. لما بيبقى منور معاه نور او كده، فانت كل ما تقرب له هو بيبعد. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لما تشوف حاجه زي كده تاذن، تقول الاذان، وبعدين هتلاقي النور اختفى، لان هو بيقعد يشدك لحد ما توصل عند القبيله بتاعته. فبعدين بتختفي بقى. ما اعرفش لو بيموتوك يعني او كده. فانت لو شفت حاجه زي كده قول الاذان، وبعدين هتلاقيه اختفى، وربنا يحفظنا يا رب. شغل بقى قرآن وانت ماشي في طريق زي ده، وتوصل بالسلامة ان شاء الله. لو حد لوحده يبقى طبعا يعني معاه ستبنو وشايك على عربيته وكده. هو زي الطريق بتاعه برضه زي طريق بتاع سينا اللي بتمشي فيه، بيبقى طبعا كله جبال وصحراء كده، بس هناك بيبقى فيه شبكة. فانا هنا الشبكة ابتدت تقل شوية، فانتوا ايه عشان لو حصلت حاجة لا قدر الله ما تبقاش انت في مشكلة يعني. لكن لو مع اتوبيس وكده ان شاء الله يعني هيبقى الموضوع اسهل. وبعدين في عربيات بتعدي يعني، في عربية عدت من شوية. ف يعني حتى لو وقفت وما كانش معاك حاجه ان شاء الله هتلاقي اللي يساعدك يعني. ويلا المغامره تستحق يعني. ده انا بحب المغامرات والحاجات دي، وتستحق التجربه. زي ما قلت لك نقطه النور كده بص مفيش. طبعا هو تشوف مجرد ما طفيته تلاقي من شويه. ف السماء لسه ما بانش فيها اي نجوم، فانا مش عارف بقى ايه الموضوع. هنخش شويه بقى بنبعد عن التلوث الضوئي. نتفرج بقى على النجوم والكواكب والحاجات الجميله دي. كان في تلسكوب في المكان اللي انا كنت موجود فيه بس مش شغال. انا بفكر اجيب واحد يعني، مش عارف. شوف كده الان ما اعرفش اسعارهم ايه ولا تفاصيلهم ايه. لو لقيته غالي طبعا مش هجيبه، لو لقيته كده يستاهل ابقى اجيبه. طيب احنا كنا ماشيين الاول كان الطريق حلو، وبعدين قلنا داخلين يمين بقى خلاص كده انت في نص الصحراء حرفيا. فعامل حسابك لو انت جايب عربيتك ان انت يعني هتزور العفشاجي، لازم هتزوره يعني. لان الطريق زي ما انتم شايفين، مش عارف واضح في الفيديو ولا ايه. تعالى داخل الطريق بقى، انت ماشي على مش عارف ده ايه، حتى لا هو اسفلت ولا هو رمل. بس هو ما بين كده وما بين كده طريق بقى ايه مكسر. او شوفوا عفريت المصباح اللي بقول لكم عليه هناك أهو. هو ده. فاعمل حسابك يبقى شد على عربيتك، وما تاخدش الطريق ده، ما تجريش فيه يعني، خده بالراحه كده، وربنا يستر على العفش. طب يا جماعه انا وصلت اول لقيتين. طبعا نظام دينس، مفيش اي حاجه، في ناس فيها بس طبعا مش باين اي حاجه خالص. وحتى السما حاولت اصورها مش النجوم مش باينة. فهي عايزة كاميرا تشتغل، تبقى كاميرا ليلية يعني، عشان تجمع إضاءة وتقف كام
ثانيه كده انا مجمع اضاءه عشان اعرف اطلع صوره. وبما ان الامكانيات دي مش معانا حاليا فانتوا مضطرين تتفرجوا على الضلمه اللي انا جاي افرجها لكم. بس المكان حلو هادي جدا. انا هخيم قدام فيه هنا ناس كتير قاعدين بخيم وكلام من ده. دي جبال بقى. بص انا يعني اقعد اقول لك ان في هنا اي حاجه انتوا هتصدقوني ولا مفيش حاجه طبعا باينه. الجبل ده من نحاس. لا بجد في هنا جبال اهي وفي اعتقد بقى يعني انتوا متخيلين كل ده كان محيط وجف على بقى. فدلوقتي بقى هنا الحفريات تيجي بتاعت الحيتان بتاعت الاسماك وبتاعت الحاجات اللي هي من دي. فحاجه سبحان الله يعني. احنا هنروح بقى نعمل خيمتنا هناك بس شويه كده. هلف المكان بس بستمتع بيه شويه. يعني العين شايفه شويه حاجات مش عارف ان هنا بس مش باين الضوء بس حتى مش باين لكم ايه اللي جوه البتاع ده. ف مش مهم بقى احنا نبقى عارفين لو كنت جيت هنا مثلا الغروب الصور برضه كانت بتبقى حلوه قوي. ممكن والله فتح نور العربيه وكده بس انا مش عايز اغلس على الناس لان في ناس كتير طبعا مش باين اي حاجه. انا ممكن الاصلا مش الاقي خبطت في واحد اهو يعني دي ناس هناك اهي بس عمالين بيصوروا بقى على التلسكوبات والكلام من ده. فانا هروح اتفرج بقى اشوف في موضوع التلسكوب ده. ولو لقيت مثلا قدام شويه مكان ممكن اصور فيه بتاع انور نور العربيه اصور. لكن لو مش كده بقى استنى لحد الساعه 6 الصبح لما الشروق واللي ملحقناش في الغروب نلحقه في الشروق بقى. طب يا جماعه في حوار جامد قوي دلوقتي. لقيت الجروب ده معاهم تلسكوب وبعدين بصينا على كوكب المشتري. طبعا طلع يعني كنت فاكر التلسكوب بقى هيبين زي الصور اللي احنا بنشوفها على النت وكده. بس طلع حرفيا كورة لونها هي شبه القمر كده صغيرة جدا جدا مش باين منها أي حاجة. فطبعا الواحد يفكر جبت تلسكوب والله لو الإيام قامت إيه العبث ده لو دخلت شفت صورتها شكلها شيك كتير. وبعدين بقى قالوا لنا إن هما دول ناس عندهم خبرة بقى في موضوع تصوير الفضاء والحاجات من دي. الجروب ده بيجي هنا كتير ومخيمين هنا اهو عاملين نار لو باين. زراعة المجرة بقى هيجي من هنا من الحتة اللي هي دي كمان ساعة. زراعة المجرة ده اللي بيبقى باين فيه نجوم كده شكلها جميل أوي لونها بنفسجي. ده واحد من الأدرع بتاعت المجرة بتاعتنا. وفي شهاب كان معدي مش عارف شفته ولا لأ. هو لأن طبعا المجرة بتاعتنا حلزونية فليها كذا دراع كده فبيظهر واحد بقى منهم هنا. قالوا لي كمان ساعة هيبقى باين وممكن معاهم كاميرات ليلية ممكن نتصور بيها. فلو لقيت الكاميرات بتاعتهم حلوة ممكن ابقى اوريك الصور بتاعتها. المكان هنا شبه راس الشيطان شوية بس طبعا راس الشيطان حاجة أجمل بكتير. لو ظهر زراع المجرة هنا زي ما هو باين هناك يبقى بجد المكان ده وهم. ثعلب وشكله مش مكار خالص شكله غلبان. كان في ثعلبين بيتخانقوا من شوية اهو. وبعدين في نقطة شروز اللي صورتها غلبانة بس قعدت ألعب معاها فنسيت اهو الثعلب. يعني باصص لي شكله حلو. المهم صباح الخير. صحينا عربية المتواضعة اللي هناك دي. جو برد سيكا بس منظر جميل يستحق. العربيات كلها مشت. كان في هنا اتوبيسات بالهبل بس مشوا كده على الفجر. وبعدين بقى المكان بتاعنا الستاند اللي واقف هناك ده بتاعنا برضه. اي حاجة هنا ملكي حتى العربية الربع اللي هناك دي. بس الجو حلو يعني جاكيت لكن ما ينفعش يعني. امبارح كنت متجمد هات معاك بطانيه يعني. انا الكيس ما كانش كفايه ان انا اخش جواه واتغطى بدفايه. لا انا كنت عايز بطانيه فعلا. الجو كان تلج والهواء كان شديد. وبعدين جيت بردت في النص كده وقمت داخل جوه العربيه قلت خلاص يعني ايه الهواء هياخدني بالخيمه ونطير. فقمت نايم في العربيه. هصور لكم برضو الفيو شكله جميل جدا يعني. هنا الجبال دي اللي شكلها حلو قوي. بس حصل موقف امبارح كده فلفت انتباهي. وللاسف في ناس كتير كده. كان في 2 متجوزين في الجروب اللي انا كنت رحت قعدت معاهم امبارح ده. فبعدين ساعة التصوير راحوا قعدوا يتخانقوا مع الراجل بتاع الشركة. مش الاتنين بقى. الموقف العجيب ان الراجل جوزها معلش واقف زي الكولدير ما بيتكلمش. وهي الست عمالة تزعق. فالراجل التاني محترم صاحب الشركة مش عارف يرد عليها. فبعدين تغلط فيه فيقوم قايل لها بعد اذنك ده. والتاني هو مفيش بيتكلمش. فحتى فبيقول لها حضرتك اللي هو غلطت فيا وكده. فقالت له انت غلطت الاول. الراجل بيتكلم كلامه كله حضرتك ومش عارف ايه. وانا اقول لكم اصلا المشكله سببها ايه دلوقتي.
بس فهي عماله بتزعق. فهو يقول لها طيب حتى اسالي جوزك، انا لو قلت كلمه كان هيقول ده غلط او كده. ما فيش برضه، التاني واقف. بجد والله العظيم الجبل ده كان هيتكلم وهو واقف ساكت. فاولا يعني لا، دي من طباع الرجوله ان هو يقف ساكت ومراته بتتكلم، ولا من طباع الانوثه ان هي تقعد تزعق كده وتتخانق مع راجل ايا كانت المشكله. حتى لو كان هو غلطان وكده، في يقول لجوزك ده في واحد اتنين تلاته روح اتكلم. فاعتقد لو كان يعني هي عارفه ان هو راجل، كان هتتصرف بانوثه اكتر من كده، وكانت قالت له ده عندنا المشكله الفلانيه وهو يشوف لها حل. لكن مش تروح تقعد تزعق في حد وتقعد تغلط فيه والراجل مش عارف يتكلم معاه. فعيب، ما ينفعش يبقى انت ومراتك هي اللي عماله. شفت موقف زي ده برضه قبل كده، كنا في خيمه رمضانيه، وبعدين الست تزعق برضه فيهم عشان الاكل اتاخر وكده، فجوزها يقول لها اسكتي. فكذا مره يقول لها اسكتي، قام سابها ومشي. برضه يعني اعتقد ده موقفه احسن شويه، بس برضه ما ينفعش طبعا يسيبها ويمشي. بس ان هو كان بيقول لها تسكت، المفروض هي تحترم حاجه زي كده. فما ينفعش ست تقعد تزعق في راجل وجوزها واقف، ولا اخوها واقف، ولا باباها ولا كده. ما ينفعش البنت، هي اصلا ما ينفعش بنت تزعق. يعني حاجه زي عندك مشكله، هو خلاص معاكي جوزك، معاكي اخوك، معاكي اي حد، هو يتكلم. لكن انت لما تزعقي وتعملي كده، اولا هتقلي من نفسك، وممكن الراجل يبقى عادي قليل الادب ويغلط. وثانيا ده مش من يعني مش من الرقه او مش من الانوثه ابدا انك تعملي كده. فموقف عجيب الصراحه. والراجل يعني انا ما يعني لا عزاء عليه بجد، فمات واقف والله العظيم، ولا بيتكلم ولا بتاع. المشكله بقى كانت ايه، ان الحمامات بتاعت اللي هنا في الصحراء مش نظيفه. فقال لها كويس ان في حمامات اصلا يعني في وسط الصحراء. وبعدين مش هو اللي عامل حمام، الراجل بيطلع رحله. وزاره البيئه هي اللي مسؤوله عن المحميه ومسؤوله عن الحاجات دي، انت بتزعلي له ازاي ايه يخش ينظف الحمامات؟ فاصلا يعني الموقف كله غريب. بس يعني سيبك من الخناقه، ماشي معلش خلاص، هي عايزه تتخانق وقررت عايزه تتخانق، وتقولي لجوزك روح اتخانق معاه، اصل الحمامات اللي في الصحراء مش نظيفه والميه بتاعتها ضعيفه، والراجل صاحب الرحله ما نظفهاش. يعني مش عارف والله العظيم اقول لكم ايه. احنا بجد في زمن عجيب، والواحد بقى يعني مش عارف. خلاص بقى يعني الحاجات دي بقينا اتعودنا عليها. المهم الجو روعه، والمناظر جميله قوي. استنوا كده بحاول اغير لكم الفيو، يجي احسه هنا. آه، ابعد انا بره الفيو شويه، مش عارف باين ولا ايه. شعري طبعا باظ، رمل بالهبل، لان احنا في صحراء. وامبارح اصلا كنا قاعدين عاملين حوالينا النار دي. فانا نمت على السجاده اللي هي دي الاول، واحنا قاعدين كده وبنتسامر. ف جه شويه، يعني مش هقول لكم مش هوا، لا بجد والله العظيم. الشال كان السجاده المفروض محطوط عليها طوبه، شال الطوبه والبتاع من دي مقلوبه على وشي بجد. ده عمل له صنفره، خدت رمل الصحراء كله كان على وشي. رحت غسلتها بميه بقى، انا شلت نص. فالمهم يعني تجربه لذيذه يعني تستحق. بس اللي عايز اقوله لكم هنا، اول حاجه خدوا بالكم الحمامات الميه فيها ضعيفه. فاللي يبقى جاي ما يعني ايه، ما انت في اخر الدنيا، احنا ماشيين اهو 50 كيلو وسط الصحراء علشان توصل لهنا. فاكيد الحمامات هيبقى الميه فيها صعبه، فابقوا عاملين حسابكم في ده. الطريق مش احسن حاجه زي ما قلت لكم، ويمكن في حتت بتزداد سوء فعلا هتمشي فيها تاني لو انت مثلا مانوال، او هتمشي بالراحه على 20 يعني. فعلى ما توصل يعني شويه حلوين. ماشي، ده كان بالنسبه لموضوع الحمامات، بس عشان ما حدش يتخدع. في هنا كافيتيريا فيها ميه ومشروبات والحاجات اللي انتوا عايزينها. فيما عدا ذلك بقى هي صحراء، فما عندكش اي خدمات. بس كويس ان في حمام اصلا لو عاوز تغسل وشك او كده. وفي كافيتيريا لو ما معكش ميه عايز تشرب حاجه بتاع. لكن فيما عدا ذلك هي محميه بقى في وسط الصحراء، مش عارف ايه الخدمات اللي ممكن يحطها لكم هنا تاني. وفي هنا اماكن ممكن حد يبات فيها. بس دخول المحميه والله ما اعرف بكام. انا جيت للمحل ده لا تذكره ولا بتاع، فجين وقعدت كده. بس هو يعني سمعت ان في تذكره المبيت 200 جنيه. هنا الاضاءه مش احسن حاجه، لان الشمس كده، فهتلاقوها ايه مش كويسه. ماشي ممكن نحطها كده. بيقولوا تذكره المبيت ب 200 جنيه، وتذكره الدخول ب 50. مش عارف بقى الدخول فين والمبيت فين، هل في محميه اكتر من كده؟ يعني انا اعدي الحبل ده يعني ادفع 200 جنيه ولا ايه؟ حاولت اني الاقي اي حد مسؤول عن هنا، ما فيش. فيمكن عشان جيت متاخر. اعتقد بقى لو جيت الصبح كان في مدخل كده وانت داخل يقول لك ايه دي محميه وادي الحيتان. فبتهيألي هي دي. معلش انا ايدي مجمده فحطيتها جوه لما طول الفيديو قاعد اعمل كده. بس انا اتحرك بقى في الغالب، هروح نفطر الفطار بتاع الفطير ده تاني عشان بجد حلو قوي.
اكتشفت ان كان في واحد في الاول كان غالي عملوا لي ب 300 جنيه، في حد تاني بيعمله ب 150، رحنا ناكل عنده، ربنا يعوض علينا. النجوم صحيح بالليل كانت روعة، لازم تيجوا تجربوا تشوفوا موضوع النجوم ده وكده، وتناموا على الصحراء، ومفيش بتكلمش مع حد ولا كده، عايز تولع شوية نار ماشي وتتفرج على النجوم بقى، استمتع بجد بالمنظر والهواء. وبس تقل جدا يعني، هات معاك جاكيت تقيل واغطية بقى وكل حاجة ممكن تحطها فوقيك، مراتب. ويلا تعالوا نروح نفطر ونسيب، لان انا خلاص بقيت هنا لوحدي حرفيا، بس انا هموت والاقي القطه الشيرازي اللي كانت هنا، كانت جميله قوي بجد. مش عارف راحت فين، ومش عارف تبع مين، يعني اعتقد ممكن تبقى مع بتوع الكافيتيريا دول. يلا بينا.